السلام عليكم. جدل كثير وتضارب بالآراء اللي يعتبرها أنا خاطئة، ما مبنية على أساس علمي، وهو تبريد المحرك عند ارتفاع درجة حرارته. تبريد المحرك عند ارتفاع درجة حرارته بصيغة فتح الغطاء وإخراج الماء وإخراج البخار، وهاي اللي تعرفوه الجدل قائم عليه. راح أشرح لكم وأنا شارح قبل في فيديوهات قديمة. طبعا اللي متابعين الجدد على اليوتيوب، أنا صار لي أكثر 5 سنين أنشر، موجود على اليوتيوب، العفو بالتيك توك، موجود أنا على اليوتيوب تقريبا 400 فيديو عندي، وممكن تدخلون قناة رياض جعفر متابعة الفيديوهات القديمة. وطبعا أنا إذا أنشر بعض من عندها هالأيام هاي، فأريدكم تنتبهون على هذا الشرح البسيط والسريع. اللون الأحمر هذا سلندر طبعا أو كتلة محرك، أنا قاطعها بهاي الصيغة لغرض الشرح. طبعا قاطعها أنا قبل أكثر من 15 سنة للفائدة الشخصية إلي. طبعا قطعته، والقطع مالته جدا مضني ومتعب، لكن أنا ردت ببالي فكرة، ردت أوصل لها في ذاك الوقت، والحمد لله والشكر. الأزرق هو دوران الماء أو السائل، واللون الأحمر هو الانفجار داخل الاسطوانة أو الاسطوانات. طبعا أنا قاطعها بشكل مائل، قاطع السلندر بشكل مائل. طبعا الأماكن السوداء، هاي الفتحة وهاي الأماكن السوداء اللي داخل المحرك، هاي دوران الزيت، دوران زيت المحرك. وللتنويه ونقطة مهمة جدا، ماكو تماس بين زيت المحرك وسائل أو سائل التبريد، والتأثير المباشر للماء أو سائل التبريد في تبريد المعدن ما يوصل للزيت. لذلك نلقى براد زيت في بعض السيارات، ونلقى طبعا براد الزيت يختلف عن المعادل الحراري. المعادل الحراري اللي هو يساوي بين حرارة الماء وحرارة الزيت، هاي نتطرق له بالفيديوهات القادمة. فإذا الأماكن السوداء هاي فتحة للزيت، هذا دوران الزيت، هاي فتحة دفع أو ضغط الأويل بامب، وهذا الضغط العادي أو تواجد الزيت في هذه المنطقة. تبريد الماء يكون نصفي، نصف هاي البوشة اللي هو يصير بها هذا الأحمر الاحتراق ويصير بها الانفجار. التبريد الماء يكون في هذا المكان فقط، وفي نسبة 90% من المحركات بهاي الصيغة، إذا مو 100%. وطبعا هذا الكور أو رأس السلندر، الفتحات أيضا مال الماء أني يعني ملونها باللون الأزرق، وهذا يكون طبعا في فتحات الاحتراق أو غرفة الاحتراق تكون في معزل، وهاي فتحة الدهن. طبعا هذا الجزء يكون مكمل إلى هذا المحرك، لكن أنا قاطعة دارد أوصل لك الفكرة. هاي الفتحات يوصلها الماء، هاي فتحات الماء أو سائل التبريد البوشة يوصل عن طريق هاي الفتحات اللي كلكم تشوفوها بالغاز جيت، تشوفوها بالغاز جيت، الفتحات المتواجدة هنا. الماء أول ما يدخل من الواتر بامب، يدفع من يعني يكون دوران المي محيطي بالبوش أو السلندرات، ويخرج إلى الأعلى بدفع الأويل بامب، يدخل عبر رأس السلندر أو الكور مثل ما نسميه احنا، ويخرج من الفتحة الأعلى اللي هي تابعة للبايب أو جوين الأعلى. هاي دوران المحرك صورة سريعة اختصرت لكم اياها. السائل الماء هذا من يخبط ويا البوشة يصير في الضغط اللي احنا نسميه الفقاعة. السائل الماء ويا البوشة أو غرفة الاحتراق يصير عندنا فقاعات داخل الراديتر. من يخبط السائل أو الماء مع الزيت أو دوران الزيت أو فتحات الزيت، راح يطلع عندنا هذا اللون اللي احنا نسميه الطحينية أو نسميه الراشي. هذا خبط الزيت. في السيارات طبعا الكورية هاي الحالة تكون قليلة جدا، أكثر شيء يكون ضرب غرفة الاحتراق مع الماء. راح تقول لي ليش ما أبقى مشغل السيارة وما أطفيها راح تلطش؟ هذه الصيغة وهذا الكلام خاطئ 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 خاطئ. أنت إذا حمت عندك السيارة والسائل بعده يكون موجود داخل الفراغات هاي اللي نشوفها احنا، اللي هي متعرجة وغير نظامية، يعني انت مو عندك فد صندوق او عندك فد كيس او عندك فد حوض المي بيه بصيغة نظامية ودا تفتحها انت وتريد تغير المي او تشمله مي، لا،
انت عندك هاي التعرجات بالسلندر وهاي الفتحات اللي تكون نوعا ما صغيره وما بيها متسع الخروج الهواء لكن اكو متسع الدخول الهواء اللي هو الغازات الناتجه من الماء، لانه هذا المي من يكون هنا والانفجار هنا قائم راح المي يصير بصيغه غازيه اللي هو البخار. من يصير بصيغه، طبعا خلينا نقول المي خرج من السلندر، المي خرج من السلندر راح تكون البوشه هاي جافه. اذا المي خرج من السلندر عن طريق الراديتر عن طريق البايبات خرج، يعني هسه احنا السلندر انت ما راح تكون السلندر واضح قدامك بهاي الصيغه حتى تعرف انه هو اكو مي لو ماكو مي، فاحنا افضل شيء نطفي المحرك حتى نوقف الانفجارات اللي دا تصير. المنطقه اللي ترتفع درجه حرارتها هي هاي المنطقه المحيطه. السائل مال التبريد بدورانه راح يخلي المعدن غير جاف، المعدن غير جاف يكون رطب، لانه تبريد هذا المحرك هو مخصص او مصمم لكي يتبرد بالسائل او بالماء، مو مصمم يتبرد بالهواء اللي هو بالبوش هاي اللي بيها الاجنحه والشياف احنا نسميها والرقائق اللي تبرد البوشه. هذا تبريده مي يعتمد على السائل بالضبط، مثل ما تلزم قدر او تلزم وعاء معدني تخليه على مصدر نار او الطبخ بدون سائل او بدون ماء راح تلقاه يموع ويتهشم وينصهر اذا تركته فتره طويله، لكن اذا تخلي به ماء وتخلي به سائل راح تكون الحراره تكون رطبه. ايش قد ما ترتفع درجه حراره الماء لكن ما تاثر على المعدن، لانه الماء موجود، الماء موجود. انت كثير من الاخوان ترتفع درجه حراره السياره ما يكون يباوع على الجيج، ما يكون يباوع على الجيج، يجي راسا يظل يمشي الى ان تنطفي السياره او ينطفي المحرك. هاي هنا أنا اقول لك الماكينه مالتك يعني انتهت، خصوصا هاي المكاين الجديده الماكينه انتهت، لا تفكر بعد تفتح غازيت ولا تفكر تجفت ولا تفكر تسوي اي شيء. تذب الكتله كلها تجيب لك كتله كامله، احنا نسميها بالعراق طابوقه، يعني طابوقه الكتله كامله بلوك سلندر تجيبه وتبدله. لكن اذا انت دا تمشي وشفت الحراره ارتفعت عندك 3/4 او خلينا نقول 100 120 130 وحسيت اكو خطر، لا تطبق تطفي. ليش تطبق تطفي؟ لانه انت راح تكون تجهل اللي صاير داخل السلندر شنو. وعندي فيديوهات كثيره متطرق للحالات، اكثر شيء يصير خروج السائل، توقف المروحه، عندي هواي فيديوهات حاكي عن الحراره باليوتيوب. مثل ما قلت لك اذا تلقى نقص الفيديوهات تدخل على قناه رياض جعفر باليوتيوب راح تلقى 400 فيديو، 400 فيديو. اخوان ارجع للسائل، السائل هذا اذا انت نفرض انه انت جاي تريد تبرد السياره، فتحت القبض وانت باقي مشغل، انت باقي المحرك يدور او شغال، فتحت الغطاء مال الراديتر، اندفع البخار اللي موجود هنا، الفتحه اللي راح تكون موجوده الى المنفذ الوحيد هو غطاء الراديتر، راح يجي يندفع يفوت عبر الكور ويخرج من اعلى الكور عن طريق غطاء الراديتر المنفذ الوحيد له، وخرج اللي احنا نشوفه اللي يحترقون ويتاذون ويطلع البخار والسائل كله طلع. هاي المنطقه راح تفرغ، راح يبقى حديد جاف واكو رطوبه او اكو بخار هنا. البخار ما راح يطلع كله، ليش؟ لانه هنا مثل ما قلت لك اكو زوايا واكو فتحات تمنع خروج السائل بصوره سلسه، واكو اشعاع حراري نتيجه السائل اللي كان قبل فتره بسيطه موجود. فانت من تسكب ماء بالراديتر الماء اقوى شيء راح يوصل للكور، بس راح يوصل للكور ما ينزل جوا. ليش؟ انت سكبك للماء او من تدير المي بالراديتر ما بي ضغط ماطور يدفع بحيث يجي لهاي الفتحات وهاي خلينا نقول الزواغير الموجوده بالسلندر وهاي الفتحات الصغار بحيث يخرج البخار ويستقر بمكانه الماء. ما عندك هاي القابليه، راح يجي المي راح يشوف اكو غاز هنا ما يقدر يضغطه، راح يبقى المي برا ما يوصل للبوشه ما يوصل للسلندر. لذلك كثير من الاحيان احنا نشوف من نخلي مي سارد، انت شو تقول ويا صاحبك؟
السيارة ما تاخذ مي، ما تاخذ مي، اي لانه هناك غاز ما تاخذ مي وانت مبقيها مشتغلة. انهجمت البوشة وراح تلطش، يسموها تلطش طبعا. طبعا هي باوحكيك شغلة، اكبش حماوة، اقوى حماوة، يعني حماوة كافرة اذا تترك السيارة وانا ما تجي تشغلها. والكرنك او عامود الدوران هذا الا يكون تالف وواصل مراحل متقدمة يا الله يجيم يا الله يلطش، وهاي الحالة نادرة وقليلة. لكن البستم بعد ما يبرد تقدر تشغل السيارة، وإن هو تعرض إلى التلف، تعرض إلى كثير من السوفان يعني البوشة تكون تالفة أو السلندر يكون تالف، تعرض إلى هذه الأضرار، لكن يعمل أيضا ويشتغل، خلينا نقول يوصلك. لكن أنت تريده يرجع بلاد، لا ما يرجع بلاد. فأنت من تخلي مي أخي العزيز، من تبرد أنت هاي الصيغة مالتك البدائية، الصيغة الجاهلة البدون علم، البدون قائمة على أساس علمي، هاي خاطئة 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 خاطئة. ولا تصير مثل ما يقول لك وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. طور نفسك أخي، وسع ادراكك، افتهم ايش دا يصير. الحراره الجافه تهلك المحرك. طبعا دا يصير هسه بالسيارات الكوريه، هسه هالسنين هاي الفتره يصير انه يبقيها مشتغله، نشفت هاي، طلع البخار ويا مفتاح القبغ الراديتر، طلع السائل، اجى يظل يخلي مي. شو يسوي هاي؟ مثلا خلينا نقول عندك دقيقتين او 3 دقائق انت تدور مي الى ان حصلت مي وانت مبقي السياره مشتغله، هاي بالكوري دا يصير فطر داخل البوشه، هنا او هنا داخلي، ما حد يشوفه. هذا وين يصير عندك انت؟ اللي يجي يجفت المحرك ويسوي وقازقيت وهذا ويقول لك والله ها خبطت عندي، ما انضبطت. ليش؟ لانه انت واصل مراحل متقدمه، انت عينك ما كانت على الجيج، انت من حمت السياره عينك ما كانت على الجيج، انت انطفت السياره، انطفت بالشارع من الحماوه، يا الله انت حسيت عليها. هذه تبدل ماكينه. اخوك رياض جعفر يقول لك بدل ماكينه. وان شاء الله وصلت لكم الفكره. واقول لك شغله، انت اذا تتعامل ويا حراره جافه، العدو اللذوذ للمعدن، الحراره الجافه العدو اللذوذ للمعدن. وشكرا.